إبراهيم في موضوع عائلي العمر كله كان بيحاول يهرب من الوجع من غير ما ياخد باله إن اللي بيهرب منه كان ممكن يكون سبب نجاته. لما ظهرت سارة اتعلم يتكلم من تاني ويتحايل على نفسه عشان يسمع، كمان يرد ويتعلم الحنية ويجرب يديها من غير خوف. العلاقة بينهم كانت أكتر من حكاية أب وبنته، كانت درس في إعادة التربية النفسية. إزاي ممكن تتعلم تكون أب في منتصف العمر، وإزاي الحب اللي اتأخر لسه ليه وقت. مش دايما بنتولد عارفين نحب صح، بس دايما نقدر نتعلم. واكتر حاجة اتعلمها ابراهيم ان الحنية مش ضعف، وان التعبير عن المشاعر مش عيب، وان اللي حوالينا مش دايما محتاجين مننا حلول. اوقات كل اللي محتاجينه طبطبة، نكون موجودين. سارة كانت المراية اللي شافته على حقيقته، النسخة الطيبة اللي خباها جوا سنين. العلاقة دي ما كانتش صدفة، كانت فرصة عشان يتصالح مع نفسه ويبدأ من جديد حتى لو متأخر. إبراهيم ما اتغيرش عشان الزمن، اتغير عشان لقي سبب يعيش ويتعلم علشانه. وساعات السبب ده بيكون شخص جميل رجع لنا الحتة اللي كنا فاكرين إنها راحت للأبد.